بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. هننضف مع بعض الكرشة النهاردة بطريقة بسيطة خالص، مش هتحتاج منك أي وقت أو أي مجهود. لو عندك كمية كرشة هتنضفيها في ثواني زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، الكرشة معانا طالعة زي الفل. أنا بوريكم الكرشة طالعة معايا من الفريزر. بصراحة أنا ما كنتش فاضية أنضفها يوميها وحطيتها في كيس في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. أنا بوريها لكم والله لسه طالعة، لسه زي ما انتم شايفينها كده معايا مجمد، من غير اي ميه سخنه ومن غير اسبرين ومن غير ومن غير بيكنج باودر ومن غير كربونات ومن غير اي حاجه خالص. هي دوبك كانت في الفريزر زي ما هي، زي ما انتم شايفينها كده. وهتبداي بقى تنحتيها بالسكينه زي ما انت شايفه كده في ثواني. لو عندك اي كميه هتكوني خلصتيها. حتى انا لسه بنضفها وهي لسه فيها التلج، تحسوا ان هي ماسكه معايا مكوره. تبداي بقى تفرديها على الصينيه وتبداي بقى بالسكينه تنضفيها تخليها زي الفل زي ما انت شايفه كده. كده خلاص انا خلصتها تنظيف. هبدا بقى اخدها تحت الحنفيه وابدا اشيل منها اي حاجه. كده خلاص انا شلت منها اي حاجه. طبعا لسه ما غسلتهاش، انا دوبك نزلت اللي فيها وبدات اشيل اي حته دهنه فيها، اي حته سمره فيها عايزه تنشال بشيلها. وحاولوا انت بتقطعيها خليها مكعبات كبيره لانها طبعا هي ما بتستوي بتكش. دي بقى خلاص الحاجه اللي انا هغسل بيها. معايا معلقتين دقيق، معاها عليهم معلقتين سكر، عليهم معلقتين ملح، وعليهم عصير ليمونتين. طبعا ده المحلول اللي هنقع فيه الكرشه حوالي نص ساعه عشان اي زفاره اي ريحه فيها مش هتلاقيها. هبدأ بقى أنزل عليها بشوية مية عشان أدوب الدقيق مع السكر مع الملح مع الليمون. كده خلاص أنا بتأكد إن ودي بحاول أدوب الدقيق على قد ما أقدر هو مع السكر والحاجات دي. هبدأ أنزل فيها بقى طبعا بالكرش بعد ما شلنا أي حاجة فيها، حتة دهنة ملهاش لازمة، أي حاجة فيها سمرة بتنضفيها انت. طبعا المحلول اللي احنا عاملينه ده بيشيل منها أي زفارة أي دم أي حاجة فاضلة فيها أي ريحة. الريحة اللي طبعا احنا أكتر الناس ما بدوش ياكلوا الكرش عشان الريحة بتاعت. طبعا المحلول ده بيخلصك من أي ريحة ومن أي حاجة خالص. كده خلاص انا غطستها في المحلول وهسيبها حوالي نص ساعة. وده منظر الكرشة بعد ما شطفناها من المحلول بتاعها وشطفناها بالمية. طالعة معانا اللهم بارك زي ما انتم شايفين منظرها كده. طبعا انت بتنضفي، لو بتنضفيها بره طب زي ما انتم عارفين هما بيحطوا حاجات كتيرة في التنظيف، وطريقتها زي الفل زي ما انتم شايفينها، وطريقة سهلة وبسيطة.